القصة بتبتدي ببنت صغيرة بتتعرض للعنف من أبوها، وأخوها بيكون واقف عاجز ومش قادر يعمل أي حاجة، واللي قلبه بيتقطع عليها حرفيا. البنت كان بتعيط وبتعتذر لأبوها، لكنه هو إنسان جاحد من الآخر وبيسجنها في أوضة مظلمة لوحديها. أخوها بقى بيحاول ينقذها، فبيروح يدور عليها لكن بيتفاجئ إنها مش موجودة، فبيترعب أكتر وبيجري لحد ما بيلاقيها، ولكن بيبقى لون عينيها أحمر. فبتقول له سيبني انت وامشي، لكن الواد ما بيرضاش يتخلى عنها، وبيهربوا من البيت وبيستخبوا في كوخ صغير، والبرد كان قاسي عليهم جدا. في اللحظات دي بيظهر راجل غريب بياخده هو واخته الصغيرة سوزي، وبيكون واخدهم على قريته اللي مشهورة بصنع السيوف. والراجل ده اسمه موتو، وده حارس قوي في القرية، وبياخدهم يعيشوا معاه في بيته، وهناك بيتعرفوا على بنته شيريكو. في تاني يوم جينتا بيبدأ يلعب مع شيريكو، وبينضم ليهم بنت من القرية اسمها شوسي. وهم راجعين من اللعب شيريكو بتحكي لجينتا عن حاجات غريبة بتحصل لها في القرية. بتقول له انها عايشة في الضريح لانها تسوكي هيميا، يعني الكاهنة اللي بتحكم النار، وممنوع حد يشوفها غير رئيس القرية والحرس بتوعها، وده علشان قوتها مقدسة ولازم تفضل نقية. بتعدي 3 سنين وجينتا بقى بيتدرب مع موتو، وشيريكو قربت منه اكتر، وسوزي دايما بتحط مادة على عينيها علشان تخفي عينيها الشيطانية. بتعدي السنين وجينتا بقى الحارس الرسمي لتسوكي هيميا، وبيقتل اي شيطان بيحاول يقرب منها، لان قبل كده الشياطين اكلت الكهنة اللي قبليها. وموتو ضحى بحياته علشان يحمي القرية، والسيف اللي بتحمله شيريكو سيف مقدس عمره اكتر من 100 سنة، والشياطين عايزينه باي تمن. وهنا بيظهر راجل تاني اسمه كيوما، وده كمان حارس زي جينتا. بعد ما الكل خرج من الضريح جينتا فضل مع شيريكو، وهنا بتكشف له عن نفسها وبتقول له انها شيريكو حبه القديم واللي ورثت المنصب ده عن امها. في نفس الوقت جينتا بيكتشف ان اخت سوزي نايمه جوه الضريح، والغريب ان جسمها ما كبرش ولسه طفله. جينتا حس ان في حد جاي ناحيه الضريح، وسوزي هربت بسرعه لان لو حد عرف انها دخلت الضريح هتتعدم. بنرجع للماضي وقت ما شيريكو فقدت والدها وقررت انها تكون الكاهنة بدل امها، وجينتا هو كمان قرر يكون اقوى علشان يقدر يفضل جنب شيريكو ويشوفها دايما، لان كان في ما بينهم حب كبير. وفجأة بيظهر شياطين بيراقبوا سوزي لان عندها عين شيطانية دايما مخبياها عن الناس. في الاثناء دي شيريكو هربت من الضريح وقضت شوية وقت مع جينتا، وجينتا بيحب اخته جدا لدرجة انه مش بيقرر يزعق لها حتى لو غلطت، وهي كمان بتحبه ومبسوطة بسعادته مع شيريكو. في مرة بيخرجوا يتفسحوا في القرية، والناس اتصدمت ان جينتا معاها بنت جميلة كده ومحدش يعرف انها الكاهنة. بعدين جينتا خد شيريكو عند المطعم بتاع شوسي، وحتى شوسي ما عرفتهاش لان شكلها اتغير جدا عن زمان. وشيريكو بتتمنى تحافظ على عظمة القرية من اجل والدها، وجينتا معاها في كل قراراتها. بعد كده راحوا عند النهر، وهناك اعترفوا بحبهم لبعض، لكن البنت بتكسر بخاطره وبتقول له انها لازم تتجوز كيوما رئيس القرية المستقبلي، وقالت له انها لازم تنجب وريث قبل ما تموت على ايدين الشياطين، وكيوما هو انسب واحد للزواج لانه هيبقى رئيس القرية قريب. وده معناه ان شيريكو مضطرة تتجوز كيوما علشان مستقبل القرية رغم حبها الكبير لجينتا. وجينتا مش عارف يهرب معاها لان كل واحد منهم اختار طريقه. هي اختارت تكون تسوكو هيميا، وهو اختار يكون حارسها. بعدين جينتا رجع للضريح واتقال له ان في شياطين في الغابة، فبيتحرك الواد بسرعة علشان يواجههم، لكن كيوما قابلته وسألته ازاي توافق تتنازل عن شيريكو، فرد جينتا علشان سعادة اميرتنا وسلامة قريتنا. وفي الوقت ده اخته سوزي كانت لوحديها في البيت، وظهر لها واحد غريب. في الاثناء دي جينتا دخل الغابة، وفجأة ظهر له شيطان قوي وكسر سيفه. جينتا سأله مش كنتوا 2؟ قال له الشيطان زميلي دلوقتي في قريتكم، لكن جينتا بيقرر يخلص عليه بسرعة علشان يلحق يرجع للقرية، وبوم بينطلق عليه وبيقطع ايده. الشيطان كان مستغرب من قوته وسأله ليه بتستخدم السيف؟ جينتا قال له علشان احمي اللي بحبه. بنروح للشيطانة التانية اللي راحت لسوزي وبتقول لها انت شيطانة زينا، وسوزي بترد
بترد بتقول لها لا انا انسانة، لكن لما استخدمت عليها قوة الابصار خلتها تشوف المستقبل، وشافت شيريكو بتتجوز كيوما وسابت جنتا. لكن سوزي بترفض انها تصدق، لكن لما شافت ده بعينيها اتأكدت ان الشيطانة ما كانتش بتكذب عليها، وجنتا بيكون لسه بيقاتل. لكن الشيطان بيستدعي الشياطين الاتنين وبيكتسب قوتهم. بوم بضربة واحدة قطع جنتا وكسر سيفه، لكن جنتا ذكي استغل الجزء المكسور وطعنه في قلبه. الشيطان قبل ما يموت بيقول له ان بعد 170 سنة هيظهر حاكم شيطاني شرير هيحرق الارض. جنتا افتكر اخته سوزي، وفجأة الشيطان خدعه وخنقه بايده المقطوعة. وفي الضريح كيوما بيحاول يقرب من شيريكو وهي استسلمت للقدر وبدأت تقرب منه هي كمان، رغم ان كيوما نفسه ما كانش عايز ده. والكابوس الحقيقي ان سوزي شافت كل ده واتأكدت ان المستقبل اللي شافته كان حقيقي. بعدين جنتا رجع للقرية ولقى دي رجعت ليه تاني، لكن الكارثة ان القرية كان بتتحرق بالكامل، وبيجري بسرعة علشان ينقذ سوزي. لكن فات الأوان. سوزي شافت ان شيريكو خانت جنتا وهي كان بتحب تشوف اخوها مبسوط، علشان كده منعت نفسها تكبر علشان ما تتحولش لشيطانة وما تبوظش علاقتهم ببعض. بس لما شافت شيريكو اتجوزت غيره شالت الضمادة وظهرت العين الشيطانية وتحولت لكيان مظلم واللي هو شيطان كامل. كيوما حاول يحمي شيريكو لكن الشيطانة التانية منعته ورمت سيف قدام سوزي، وفجأة جنتا وصل المكان وشيريكو جرت عليه وحضنته، لكن سوزي قطعت راسها من غير أي رحمة. الحب اللي عايش علشانه جنتا مات قدام عينه بسبب اخته. طلع سيفه وكان هيقتلها وهي بتقوله عملت كده علشان تبقى مبسوط. شيريكو كانت كدابة، لكن جنتا بيغضب وبيقول لها خنت اهل القرية اللي حبوني كابن ليهم، وقال اختي اللي بحبها ماتت من زمان وكان هيقتلها، لكن سيفه اتكسر فاستخدم القوة الشيطانية اللي خدها من الشيطان. سوزي قالت له هتتخلى عني زي الكل، لو مش هتقبلني زي ما انا يبقى روح الجحيم، وبتطعنه بايديها لكن مسكها بكل قوته وراح يخلص عليها، لكن الشيطانة وقفت قدامه وخدت الضربة بدلها. وسوزي وهي بتهرب بتقوله جهز نفسك علشان هدمر كل حاجة في العالم ده. والشيطانة بتضحك على جنتا لان خطتهم في زرع الكراهية جوه القرية نجحت. وجنتا بيحضن جثة شيريكو وبيقول لها انا فاشل، خسرت كل حاجة، اللحظات الحلوة بقت مجرد ذكريات. فبيقرر يسيب القرية علشان يتدرب ويواجه حاكم الشياطين اللي جاي. رئيس القرية سأله وقال له هل هتقتل اختك؟ قال له انا كنت بحب شيريكو ومش هقدر اتخلص من الكراهية اللي جوايا الا لما انتهم ليها، بس اتمنى الاقي حل سلمي. رئيس القرية بيديله السيف المقدس وبيعتذر له لانه هو اللي اكبر شيريكو تتجوز كيوما، وقرر يبني ضريح باسم جنتا. وقبل ما يمشي شوسي بتجري وراه وهي بتعيط، بيصبرها وبيقول لها هتشوفيني في يوم من الايام. ودلوقتي جنتا بيبدأ رحلة جديدة علشان يقوي نفسه ويواجه الحاكم الشيطاني اللي هيجي بعد 170 سنة. بتنتقل الاحداث للقرية دي وهناك بنتعرف على الراجل ده واسمه زينجي وبيشتغل في متجر سوكايا. وفي نفس اللحظة بيظهر راجل تاني والمفاجأة ان بطلنا جنتا جه معاه. الزعيم قرر يمشي وامر زينجي انه يشرح لجنتا تفاصيل المهمة، وفعلا بدأ يحكي لجنتا وقال له انا في خدمتك، وبدأ يحكي له اللي سمعه من الزعيم جوزو. وبنعرف كمان ان الزعيم عنده بنت، ولكن دي ما بتكونش بنته ولكن بيكون بيحبها كتير، ولان هي مستهدفة من الشياطين علشان كده هم استدعوا بطلنا جنتا. لكن ده كل اللي يعرفه جنتا عن المهمة، وان الشخص اللي جنتا هيحميه هي السيدة نوتسو، وهي بنت صغيرة عندها 13 سنة. من حوالي 3 ايام ظهر شيطان في الفناء اللي قدام أوضة السيدة ناتسو، والشيطان ده بيصوت دايما بنفس الكلام وبيقول أعيدوا لي ابنتي، يعني هو فاكر ان السيدة ناتسو كانت بنته وبيحاول ياخدها معاه. وفي الوقت ده سمع زينجي صراخ السيدة ناتسو وهي متعصبة، ولما شافت جنتا وعرفت ان الشخص اللي هيحميها فبتقول له انا مش
محتاجاه خلاص، وبيكون تفكيرها ان جنتا مجرد وعد وبيدور على الفلوس. لكن زانجي قال لها لا، الراجل ده قوي ومتجاب علشان يحميكي. بس ناتسو اندهشت واختارت جنتا وقالت له انا مش عاوزه حد رحال يحرسني، مش هديك حتى ولو قطعه واحده. وامرت زانجي انه يتخلص من الراجل ده. وفي الليل كانت سيدة ناتسو في اوضتها خايفه من الشيطان. ساعتها جه زانجي يحرسها علشان هي كانت طردت جنتا، فقال لها انا معاكي اقدر اقابل الشيطان. وفعلا راحت ناتسو وفضل القلق عندها وهي فاكره ان زانجي مش صادق معاها عن ظهور الشياطين بالليل. لكن بعدين اتضح ان هو صح، وزانجي بيعتقد ان سيدة ناتسو بتتوهم بس، وان الشياطين مش ممكن يظهروا. وكمان بتفكر ان والدها مش مصدقها لانه بعت لها رحال عشان يحرسها. فالسيدة ناتسو شايفة بطلنا جنتا مجرد واحد عادي، لكن زانجي بيقول لها ان الزعيم بيهتم بيكي ومش ممكن يفكر يسيب حماية بنته لحد عادي. وفجأة بتسمع صوت الشياطين وزانجي بيبقى مرعوب وبيسألها ايه اللي بيحصل. وساعتها الكل بيتفاجئ بان الشياطين ظهرت بجد في الفناء، وهم بيكرروا عبارة اعيدوا لي ابنتي، وهو في حالة رعب من الشياطين وكان بيشير بايديه ناحية ناتسو ويعيد تكرار الكلام. زانجي في الوقت ده كان متجمد من الخوف. فكرك الدنيا تنتهي لحد كده يا صديقي؟ لا والله، بطلنا جنتا بيظهر وبيقطع له ايده وبيسأل الشيطان عن اسمه، لكن هو معرفش غير يكرر عبارة اعيدوا لي ابنتي. فكرك جنتا هيسمع له؟ بوم ضربة واحدة بيقسموا النصين قدام زانجي، واللي بيكون مصدوم من قوة جنتا واعتقد ان الشيطان ده تقريبا انتهى من الوجود. وفجأة خرجت السيدة ناتسو وهي كمان كانت مصدومة من قوة جنتا، وهو بيقول لها دلوقتي طيب هتدفعي لي كام؟ قبل كده كنت مفكراني اني ضعيف، لكن بعد ما سألت اذا الشيطان يموت قال لها عادة بيطلع منه دخان ابيض لما بيموت، لكن المرة دي ما شافوش دخان ابيض، وده معناه ان الشيطان لسه ما ماتش تماما ولسه يقدر يرجع في اي وقت. وفي اليوم اللي بعده قابل زانجي جنتا وشكروا على مساعدته ليهم، وطلب منه انه يحرس السيدة ناتسو الليلة دي لان الشيطان بيقول انه هيرجع تاني. وجنتا بيوافق لانه هو اصلا عايز يقتل الشيطان ده لانه قلقان من عبارة اعيدوا لي ابنتي اللي بيكررها الشيطان. علشان كده جنتا حب يعرف اكتر عن السيدة ناتسو، وزنجي قال له ان والد البنت الحقيقي كان واحد من اقارب الزعيم، لكن هم توفوا من زمان، وبسبب كده الزعيم بيعتبر الشياطين اعدائه لانهم خدوا منه عيلته. يعني حتى لو كان في احتمال بسيط ان السيدة ناتسو تكون شيطانة، مستحيل الزعيم يحتفظ بها عنده ويعاملها كبنته. بنروح للزعيم بقى وهو بيتعشى مع السيدة ناتسو، وهي كانت فرحانة لانه بيهتم بيها واختار لها راجل قوي يحميها لانه بيعتبرها كبنت ليه، وده بيخليها تحس بفرحة كبيرة. وبتسأله وبتقول له ليه اخترت جنتا بالتحديد؟ فرد عليها انه سمع عن ظهور شياطين في منطقته، ومن بعد الحكاية دي انتشرت شائعات عن راجل يقدر يقتل الشياطين بالسيف بس، وهو نفسه بطلنا جنتا. علشان كده الزعيم جاب علشان يحمي بنته، والبنت كانت خايفة ان الزعيم مش بيعتبرها زي بنته، وبقت بتفكر دايما في المشاعر السلبية، وبسبب كده الشيطان ده بيظهر لها كل ليلة علشان يشد انتباهها وتعرف اذا كان بيحبها كبنت ولا لا، وهي عايزة يعمل لها عيلة حقيقية، واللي ما يحبوش الكلام ده الشياطين. ولما جنتا حاول يتكلم معاها عن ابن الزعيم هي ما كانتش عايزة تسمع منه، وده اللي خلى الشياطين يظهروا ويهاجموا جنتا. وجنتا بيقول لها طالما انت مش راضية الشيطان ده مش هيروح ابدا، قليلين بس انك تقضي عليهم. وقتها البنت بتعترف بكل مشاعرها المدفونة لانها حست انها ضعيفة ومش قادرة تواجه الحقيقة، وكانت زمان مصدقة ان الحب الحقيقي مش موجود لما سمعت كلام الناس، فبتهاجمها الشيطانة وتعتبرها زي بنتها الحقيقية، وده كان علشان تحظى باهتمام والدها اكتر وينسى ان ابنه اللي هرب مع الشياطين. وبكده تكونت الفكرة السلبية اللي جواها، ولما ظهر الشيطان من جديد اتضح انه هو مجرد تجسيد لمشاعرها. ولما عرفت ناتسي ان الشيطان ده هو في الحقيقة مشاعرها حست بالندم وقالت ان المفروض اعدم نفسي. وقتها بيتدخل زنجي وبيقول لها حتى لو كان الشيطان ده جزء من قلبك هو مش كل حاجة، الزعيم بيحبك وبيعاملك كأهم فرد من العيلة، لكن انتوا مش عارفين تعبروا عن مشاعركم الحقيقية. وبالفعل كلام زنجي وصل لناتسو وفهمت انها مش الشيطان اللي كانت خايفة منه، فأمرت
جنتا بقتل الشيطان. فكرك جنتا هيسيبه يا صديقي؟ لا والله، ضم ضربة واحدة بيخلص عليه، والمرة دي بيطلع من الشيطان دخان أبيض، وده بيأكد إن الشيطان فعلا مات. بعدها رجعت نوتسو لأوضتها ولأول مرة عرفت تنام، بينما جنتا ما كانش مصدق إن الشيطان مات، علشان كده فضل يحرسها. وفعلا بعد شوية الشيطان رجع وبيتكون من جديد، رغم إن السيدة نوتسو نفت إنه موجود. وساعتها فهم جنتا إن في ست تانية في البيت بقت شيطانة، فافتكر لما زانجي قال له إن زوجة الزعيم اتقتلت على يد الشياطين، وده بيدل إن السبب اللي خلى الشيطان يقرر عبور عدو لابنته كان بسبب عاطفة أخرى شديدة إلى جانبها هوس السيدة ناتسو. بعبارة أخرى، ابنة هذا الشيطان هي الطفلة المولودة لزوجة السيد جوزو، وهنا كانت الصدمة، فهي نفسها أخت سوزي، وده بيعني إنها كانت خليط ما بين البشر والشياطين. والشيطان اللي قدام جنتا دلوقتي هي أمه، بس جنتا أصلا مش فاكر شكل أمه ولا حتى اسمها، فسأل الشيطان عن اسمها علشان يعرف اسم أمه، لكن الشيطان معرفش غير يردد عبارة أعيده لابنتي. وبكده قرر جنتا إنه ينسى الماضي ويبدأ يعيش في الحاضر، لكن ما قداموش إلا خيار واحد، فبيقتل الشيطان وبيخلص روح أمه من العذاب اللي كانت فيه. وفي اليوم اللي بعده جنتا كان عايز يمشي من القرية لأن مهمته خلصت، وناتسو اللي كانت خجولة ومش قادرة حتى تشكره قالت له وداعا، فزانجي بيقول لها لو فضلت تكبتي في مشاعرك هيظهر شياطين تانية لينا. فعلى الرغم من انها محرجة، جنتا قال لها انا من واجبي ان اشكرك، بفضلك بقيت افهم حاجات كتير كنت بتجنبها من زمان، ولما كنت صغير كنت مصدق ان اللي قدام عيني هو الحقيقة، وافتكرت ان ابي هو الوحش، وما كانش عندي فكرة ان اخت سوزي اتولدت نتيجة لفعلة شيطان، علشان كده كان ابوها بيكرهها وبيعملها بأسوأ. ودلوقتي جنتا فهم الحكاية كلها وعرف ان ابوه هو الراجل الطيب الحقيقي، وهو نفسه بيكون السيد جوزو اللي استدعاه للمهمة. وقبل ما يمشي نصح نوتسو انها تكرم والدها قبل فوات الاوان، وده كان وداع ليها. وفي اللحظة دي طلع السيد جوزو، وزانجي سأله ليه ما خرجتش علشان تودع جنتا، بس جوزو رد بطريقة سطحية وما قالوش الحقيقة، لانه هو كمان عارف ان ابنه اللي هرب مع الشيطان هو في الحقيقة جنتا. وزانجي فضل يسأل جوزو بخصوص ابنه، وهو رد عليه وبيقول له اعمل شغلك وسيبني من الأسئلة دي. وفي اللحظة دي نادت ناتسو على والدها وسألته لو في أي طلب منها، وبيكون مستغرب جامد من السؤال المفاجئ ده، فقالت له إنها سمعت إن الإحسان إنك تكرم والدك قبل ما يفوت الأوان. وبصراحة الجملة دي شدتني أوي كده يا صديقي، لأنها بتحس على بر الوالدين. لكن عايز أعرفك إن الشياطين والحاجات اللي بتتقال دي في الأنمي ومعظم الأنميات عامة ده كله ما بيكونش ليه علاقة من الصحة، ولكن إحنا ما بناخدش إلا الحاجات اللي تفيدنا وبعيدا عن أي معتقدات، ونحن لا نعبد إلا الله. ووالدها بيقول لها إن أعظم شرف إنك تقدم لوالديكي كطفلة عاشت أكتر منهم، محسسنا إن العمر بإيديها. ومن الكلام ده ناتسو فهمت إن والدها بيحبها بجد كأنها بنته، بينما جنتا كان خارج من القرية ترك وراه الماضي المر اللي عاشه، ودلوقتي هدفه إنه ينقذ العالم من الشياطين. والحلقة بتكون خلصت لحد هنا، ولكن عايز أعرفك يا صديقي إن دي مش نهاية العظمة بتاعتنا، لسه الأنمي مستمر في النزول ونحن مستمرون معه، ده إذا ما متناش يعني. وعايزك كده يا صديقي تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. مع السلام. سلام.